يا أهلا وسهلا بصناع التاريخ حبايبنا طلاب منصة دليل التعليمية لشرح المنهاج السوري. طلاب الصف السابع رجعنا لكم اليوم بدرسنا الثالث من الوحدة الثانية بعنوان المنجزات السياسية والإدارية والعسكرية للدولة العباسية. طيب على شو بدنا نتعرف بدرس اليوم؟ المنجزات السياسية والإدارية والعسكرية التي اتبعها الخلفاء العباسيون، المناصب التي استحدثوها في دولتهم. دليل التعليم أقرب، النجاح أقرب. قبل ما نبدأ درسنا حابب أذكركم إذا حابين تنضموا إلنا بالدورات التفاعلية من خلال تطبيق الزوم، أو لتوصلكم كل الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم أو بمادة التاريخ ككل، لا تنسوا تتواصلوا معنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. أول شيء الصورة اللي ظاهرة قدامنا هي صورة امتداد الخلافة العباسية، ومنلاحظ أن الخلافة العباسية بهاي الفترة كانت بتسيطر على مناطق كتير كبيرة، والمنطقة يلي باللون الأخضر فهي منطقة الإمارة الأموية في الأندلس. أستاذ معبد أن الخلافة الأموية سقطت، خلينا نمشي مع بعض بالتدريج شوي شوي لحتى نعرف ليش بقي إمارة أموية في الأندلس، وخلينا ما نستعجل. أولاً المجال السياسي والإداري. الحكماء أو الخلفاء العباسيون حكموا تقريباً 5 قرون مثل ما قلنا، من 132 ل 656 هجري، وساروا على نهج الأمويين بجعل الخلافة وراثية. معناها الخلافة العباسية أيضاً كانت خلافة وراثية، وكانوا يمنحون ولاية العهد لأكثر من شخص. يعني ما كانوا بيقولوا أنه على شخص واحد فقط بعد الوفاة، وإنما كانوا يعطوا ولاية العهد لأكثر من شخص. ودعت الحاجة بهذيك الفترة تنظيم الدولة إداريا بسبب اتساعها وتشعب مرافقها. كانت الدولة العباسية مثل ما شفنا بالخريطة كتير كبيرة، فتم إحداث دواوين ومناصب إدارية جديدة مثل الوزارة، أمير الأمراء. أمير الأمراء هذا المنصب استحدثه العباسيون لضعف الوزراء وازديادة نفوذ القادة العسكريين، فقاموا بتعيين وزير جديد اسمه وزير أو أمير الأمراء. الوزارة ظهرت للمرة الأولى بالعصر العباسي، وتأتي مرتبة الوزير بعد الخليفة مباشرة، وقسمت إلى نوعين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وزارة التفويض بيمثل اليوم منصب رئيس الوزراء، أما وزارة التنفيذ فيقوم بالمهام الموكلة إليه من الخليفة. وفقد الوزراء سلطة في عهد الخليفة العباسي الراضي، حيث أوجد منصبا جديدا وهو أمير الأمراء. طيب ما هو تعريف الوزارة؟ منقول ظهرت الوزارة المرة الأولى في العصر العباسي، وتأتي مرتبة الوزير بعد الخليفة مباشرة، وقسمت إلى نوعين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. الكتابة والحجابة. كانت من مهام الكتاب الإشراف على دواوين الدولة. دواوين الدولة يعني السجلات، وإدارة شؤونها، وكان هذا المنصب يرشح لتقلد الوزارة. أما الحاجب فيعد من موظفي الدولة الكبار، ومهمته إدخال الناس على الخليفة. الحاجب يلي كان بيوقف عند الباب وبيسمح للناس بالدخول أو الخروج من عند الخليفة. الوزارة مثل الوزير السلطة أو مثل الوزير السلطة العليا في الدولة بعد الخليفة، وينوب عنه في الحكم ويشرف على ديوان الوزير. لكن سلطة الوزارة تراجعت مع ضعف الخلافة. كان في عنا أيضا منصب هو المحتسب، موظف مهمته النظر فيما يتعلق بالنظام العام والجنايات. وأحيانا وكان عمر بن الخطاب أول من وضع نظام الحسبة، ومهمته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحافظة على الآداب والفضيلة والأمانة، ويشرف على الأسواق والموازين. الولايات والولاة. تبنت الدولة العباسية نظام الحكم المركزي، يعني كان في عنا عاصمة، وهي العاصمة هي المركز والعاصمة. فالولاة يتبعون مباشرة الحكومة المركزية، وسلطاتهم وصلاحياتهم محدودة. والخلفاء العباسيون عليا إلى جانب الوالي صاحب البريد والقاضي وصاحب المال أو صاحب بيت المال، وفضلوا منح الولايات البعيدة لبعض أفراد البيت العباسي أو كبار القادة. وكانت الولاية تقسم إلى 3 أنواع: ولاية استكفاء،
وولاية استيلاء وولاية خاصة. ولاية الاستكفاء يفوض في هذا النوع الخليفة إلى الوالي ولاية بلد، يعني الخليفة بيولي شخص على ولاية بلد كامل، وبتكون مهمته إدارة الجيش والنظر بالأحكام وجباية الخراج. جباية الخراج يعني الضرائب وما شابهها. وكان في عنا ولاية ثانية هي ولاية الاستيلاء، بيستولي أحد الحكام على ولاية وبيفوض إلى الخليفة بتدبير أموره. أما الولاية الخاصة بيختصر عمل الوالي فقط على أمور محددة دون التعرض للقضاة أو الجباية. الدواوين هي دوائر الدولة تشبه الوزارات حاليا، وانقسمت الدواوين في العصر العباسي إلى نوعين: دواوين مركزية ودواوين الولايات. وصرنا بنعرف إيش يعني ولايات. فالدواوين اللي بتكون موجودة في الولايات بتكون موجودة بعيدا عن العاصمة، أما الدواوين المركزية فبتكون بالعاصمة. من الدواوين يلي أنشأ العباسيون العزيز. الهدف من هي الديوان مناقشة الأمور المهمة في الدولة. وأيضا من الدواوين اللي أنشأ العباسيون ديوان الجهبذة، ومهمته الإشراف على مصالح غير المسلمين. طيب، أيضا من الدواوين اللي أنشأ العباسيون هي الزمام لتسجيل ضرائب العراق وتقديم حسابات الضرائب في الأقاليم وواردات الدولة ونفقاتها. ومن من الدواوين اللي أنشأ العباسيون أيضا ديوان الصوافي، مهمته الإشراف على أملاك الدولة وولاية المظالم، وكانت مهمته النظر بالمظالم، والمقصود محكمة استئناف عليا إذا قصر الناس ظلم من الولاية أو الأمراء. يعني إذا كان في عنا شخص تعرض لظلم من الولاة أو من الأمراء فكانوا يلجأوا لديوان المظالم. واهتم العباسيون بالقضاء والشرطة والبريد والمحتسب. ثانيا، المجال العسكري، الجيش والأسطول. استطاع الخلفاء العباسيون من تأسيس وتقوية جيش قوي، وذلك للدفاع عن البلاد وحماية حدودها من هجمات الأعداء. وفسح العباسيون المجال للعناصر غير العربية من فرس وأتراك وغيرهم للوصول إلى الجيش. يعني بزمن الخلافة الأموية الغالبية العظمى من الجيش كانت من العرب فقط، أما الخلفاء العباسيون بسبب الفتوحات الكبيرة اللي عملوها سمحوا بدخول بعض الأشخاص الغير العرب مثل الأتراك والفرس إلى الجيش الإسلامي أو الجيش العربي والوصول إلى مواقع القيادة فيه، عكس ما كان عليه في الدولة الأموية يلي اعتمدت على العرب في الجيش دون غيرهم. والعباسيون قسم الجيش حسب العناصر يلي تتشكل منها الفرقة. ففي عهد المأمون مثلا كانت فرقة الفرسان من العرب والمشاة من الفرس، بينما المعتصم اعتمد على الأتراك للتقليل من نفوذ الفرس. واهتم العباسيون أيضا بالأسطول أو بالأساطيل البحرية لحماية السواحل وصد هجمات البيزنطيين عليها. واستطاعوا أيضا فتح بعض الجزر في البحر المتوسط مثل جزيرة مالطا عام 256 هجري، وأنشأوا دورا لصناعة السفن في دمياط. ويعود الفضل للعرب في استعمال البوصلة والاسطرلاب، وهذا الشكل يلي قدامي هو شكل الاسطرلاب يلي بيحدد لي الاتجاهات ويلي بيكون فيه عدة مزايا أخرى. وهلأ خلينا ننتقل لقسم التدريبات والأنشطة. ورقة وقلم بإيدنا لحتى نحلهم مع بعض. علل كل مما يأتي: اتخاذ الوزراء الكتاب في العصر العباسي، اهتمام الدولة العباسية بالجيش والأسطول، ما الدواوين التي أضافوها العباسيين وذكرناهم من شوي، قارن بين وظيفة المحتسب وصاحب المظالم، قارن بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. أخيراً، ما الأسباب التي دعت العباسيين لإحداث مناصب جديدة أو دواوين جديدة؟ ولهون أعزائي الطلاب بيكون انتهى درسنا الثالث. بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بهذا الدرس، وبرجع بذكركم أي سؤال أو استفسار بخص المادة لا تنسوا تتواصلوا معنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة.